دول سر بقى المحلات. الضغطه دي مهمه جدا، نضغط عليها جامد جدا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. لو عايزين تعرفوا احلى طريقه ممكن نعمل بيها طبق مكرونه باللحمه المفرومه وطاجن كمان صدق باللحمه المفرومه على طريقه المحلات الشعبيه، تعالوا معايا اقول لكم هنعمله ازاي. اول حاجه ان شاء الله نبتدي بيها الصدق، بس كده ايه، نقطعه كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. عندنا طاستين على النار. الطاسه بس بتاعه اللحمه المفرومه هنحط فيها سنه زيت صغيره، والصدوق ممكن ما نحطش خالص عشان خاطر الصدوق كده كده بيسيل دهون من معاه. ده كده الصدوق، ودي كده اللحمه المفرومه. نبتدي بقى دلوقتي ان شاء الله. المعايير اللي احنا هنقول لكم عليها في التسويه تطلع مظبوطه باذن الله. واحنا في الاثناء دي كده طبعا الصدوق فيه توم، فاحنا هنحط معلقه بصل صغيره كده، تمام قوي كده. بالنسبه للحمه بقى الكلام المهم قوي، فص توم صغير كده هيخلي الريحه معانا يعني 10 على 10 كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. كده تمام قوي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الريحه طالعه ايه، ملهاش حل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. نبتدي برضو نحط معلقه بصل صغيره هنا على اللحمه، تدبل بس البصلايه ونحط لها معلقه صلصه. وكمان الصدوق دلوقتي نقدر نحط له معلقه صلصه، عصير طماطم مش صلصه يعني. كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله. واللحمه كمان نحط لها معلقه صلصه كده برضو صغيره، برضو عصير طماطم مش صلصه، معلش يا معلقه معايا شويه، لكن ده عصير طماطم زي الفل كده. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 10 على 10. وشويه عصير الطماطم الصغيرين دول بس بسبب صغير، ان هو يمسك مع بعضه في الطاجن. لما دلوقتي هنرصه في قعر الطاجن هيمسك مع بعض زي الفل كده. برضو لعشاق الحار ممكن قوي نحط دلوقتي قرن فلفل صغير قطع صغير على اللحمه وعلى الصدوق كمان. طبعا الحاجات دي كلها اختياري وبمزاجنا، اللي بيحب الحار يحط، والكميه اللي بيتحكم فيها او اللي هو عايزها يحطها. بسم الله ما شاء الله تبارك الله زي الفل. عشان نعادل الحموضه سنه او نطره صغيره سكر كده صغيره جدا، دي هتعمل معانا شغل كويس وما تخليناش نتعب من الصلصه دي. سنه ملح صغيره على اللحمه عشان خاطر هي ما بيبقاش عليها ملح. الصدوق ما نحطش عليه لان الصدوق فيه الملح بتاعه. سنه كزبره ناشفه هنا وهنا. فلفل اسود برضو سنه صغيره. الصدوق برضو مش لازم نتقل عليه في الفلفل الاسود عشان هو برضو فيه التوابل بتاعته، خفيف كده. سنه بهار مشكل برضو خفيف قوي على الصدوق او ما نحطش، مفيش مشاكل. وسنه كمون صغيره على اللحمه صغيره قوي، ونفس الكلام هنا. كده اللحمه معانا استوت وبقت زي الفل، والصدوق كمان جاب معانا واستوى وزي الفل. 10 على 10 كده. اللحمه كده نركنها بقى دلوقتي خلاص. الصدوق دلوقتي نقدر نطلعه برضو في حاجه كده خارجيه. وبعد ما فضينا الصدوق من الطاسه، نفس الطاسه ومن غير ما نغسلها ومن غير اي حاجه، ممكن نبتدي نعمل فيها الصلصه بتاعه المكرونه. سنه زيت صغيره كده ومعلقه زبده. ننزل برضو بفصين توم كده، واحنا شغالين كده على طول نبتدي ننزل بشويه بصل. ممكن نكتفي بالثوم، ولكن في بيحط بصل فمفيش مشاكل، هنحط بصل مع الثوم. دي الصلصه اللي هنشرب بيها المكرونه في الطاجنين. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. حاجه 10 على 10 يعني. البصله كده دبلت معانا وابتدت تاخد لون اصفر كده على خفيف زي الفل اهي. ابتدي نفتح كده فتحه صغيره وننزل بالصلصه بتاعتنا في قلب. دي بقى معجون صلصه، معجون طماطم، تقليبه كويسه كده. 10 على 10. هنا بقى الصلصه ما بنسبكهاش زياده عن اللزوم. الصلصه بتبقى يعني فيها ميتها بشكل كبير، لان دي هتسوي المكرونه. بعد ما حطينا الصلصه كده نحط شويه عصير طماطم بقى بتاعنا. اللهم صل على النبي زي الفل. ايه الحلاوه دي والجمال ده، بسم الله ما شاء الله. بما اننا حطينا طماطم يبقى لازم قوي نص معلقه سكر كده على خفيف عشان نعادل حموضه الطماطم. والتوابل بتاعتنا بقى عباره عن شويه كزبره ناشفه كده معلقه صغيره، بهار مشكل برضو معلقه صغيره، فلفل اسود يعني اخف شويه اقل من معلقه صغيره،
تمام، سنه كمون. الاهم بقى اللي جاي نطره صغيره جدا قرفه، ودي مهمه قوي، هتودي طعم المكرونه في حته تانية. ويا سلام برضو لو نطره صغيره جنزبيل، 10/10. دول سر بقى المحلات، نطرة القرفة اللي في الآخر ونطرة الجنزبيل، دول سر المحلات. هنديها بس كده غلوة صغيرة بتاع 2-3 ونبتدي نشتغل في الطواجن بتاعتنا. وكده دلوقتي تسبيكة الصلصة تمام التمام، مش لازم أكتر من كده عشان خاطر احنا محتاجينها تبقى جوسي، تبقى فيها المية اللي هتسوي المكرونة. حتى لو احتاجنا مية ممكن هنضيف مية سخنة. تمام كده، نطفي نارنا دي ونبتدي نشتغل في الطواجن. الطواجن طبعا لازم ندهنها زيت كده من جميع الجوانب بتاعتها ومن القعر بتاعها كده. تمام قوي. نفس الكلام في الطاجن التاني. نبتدي نجيب اللحمه بتاعتنا ونحطها في الطاجن بالشكل ده ونضغط عليها جامد جدا. اهم حاجه الضغطه دي مهمه جدا، نضغط عليها جامد جدا. والصدق بتاعنا نفس الكلام، وبرضه نضغط عليه جامد جدا في قعر الطاجن زي الفل كده. نبتدي المكرونه بتاعتنا نحطها، طبعا ما نملاش الطاجن للاخر عشان كده المكرونه بتزيد زي الفل كده. نسيب حوالي قراط ونص ولا حاجه في الطاجن. وطبعا المكرونه نيه زي ما هي، وقلنا انه يستحسن نعمل المكرونه بنس، المكرونه الاقلام كده زي الفل برضو. نبتدي بقى نشرب الصلصه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. طبعا الصلصه بتاعتنا متملحه وكل حاجه تمام، احنا مش محتاجين نحط حاجه تاني خالص في طاجن المكرونه دلوقتي. وطبعا سنه ميه صغيره في الطاجن ده، ونفس الكلام في الطاجن ده، والميه بتغلي لان المكرونه نيه عشان تجيب معانا تسويه زي الفل كده. بورقه زبده هنا كده، ونفس الكلام هنا. وغطا الفويل يبقى محكم، ويبقى محكم جدا عشان ما يسمحش باي بخار يطلع بره. ورقه الفويل برضو بتاعتنا الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وصاج الفرن بتاعنا نحط الطاجنين من نص ساعه لساعه الا ربع، يعني لو كترت قوي هيبقى ساعه بس، يعني هي ان شاء الله مش هتروح لساعه. نقفل الفرن بتاعنا وان شاء الله نقابلكم بعد ساعه بالتمام والكمال، ساعه الا ربع ان شاء الله. وبعد ما عدى ساعه الا ربع تقريبا كده على المكرونه بتاعتنا، نرفعها من الفرن. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على النبي. حاجه كده يعني ولا في الاحلام. وجات بقى ساعه الحسم بتاعتنا، نعمل كده زي الفل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ايه الحلاوه والجمال ده. ونيجي على الطاجن التاني. بسم الله ما شاء الله. نرفع كده واحده واحده. اللهم صل على النبي على الجمال والحلاوه. ايه الطعامه دي كلها. وكده عملنا لكم احلى طبقين، لحمه مفرومه بالمكرونه على طريقه محلات الكشري، وان شاء الله صدق بالمكرونه برضو على طريقه محلات الكشري. طاجنين ولا احلى من كده. 100 100. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. وسلام.